هنعمل مع بعض النهارده بنت الصحن. زي ما انتم شايفين فطيره جميله المطبخ اليمني، شايفين الرقات بتاعتها حلوه ازاي وجميله ازاي. بعد ما بنقطعها بناخد قطعه منها وبناكلها مع العسل النحل، بجد جميله جدا جدا. كنت باكلها وانا في المانيا صراحه من واحده يمنيه، تسلم ايديها بجد. هنا نبدا في المقادير. هنحط كوبايتين من الدقيق، وهنحط معاهم كمان معلقتين كبار من السكر. انا حطيت واحده ودي المعلقه التانيه. زي ما احنا شايفين كده مكوناتها سهله وبسيطه، ان احنا كل حاجه بنحطها مع بعضها وبنعجنها. بعد ما حطيت معلقتين السكر بضيف كمان معلقه من الحليب البودر، اللبن البودر، وبضيف كمان معلقه صغيره من الخميره، وكمان هضيف زي ما احنا هنشوف دلوقتي كمان رشه من الملح، يعني ممكن نقول معلقه صغيره من الملح. كل المقادير دي كلها مع بعضها هضيف عليهم كمان 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه. انا بتعجبني كمان في الفطيره ديت انها سهله، كل حاجه بتتحط المكونات كلها مع بعضها. هنا معايا ربع كوبايه مفروض زبده سايحه، انا حطيت هنا سمنه مش هتفرق، لان انا في العجينه نفسها هبدا هفردها بالزبده، فانا حطيت هنا ربع كوبايه سمنه سايحه. وهحط كمان كوبايه لبن، بس انا بقول لكم كل واحد حسب الدقيق بتاعه ونوعه بياخد قد ايه، نحط كوبايه بالتدريج. انا هنا عجنتها وهغطيها واسيبها لما تخمر ونشوف العجينه هتبقى عامله ازاي. خمرت بالطريقه الجميله دي، نزلنا منها كل الهواء اللي فيها، وبعدين هنا رشيت على الصينيه شويه من الدقيق بسيط جدا مش كتير، ومعايا النشابه وفردتها. بعد ما فردتها هي دي بقى الزبده اللي بقول لكم ان انا هنا لازم احط زبده. حطيت الزبده لازم تكون سايحه خالص، يعني بدرجه حراره المطبخ، بسيبها تسيح براحتها. ببدا بقى اخد قطع الزبده زي ما احنا شايفين كده وبفردها على كل الجوانب. اللي بيخلي العجينه ديت حلوه جدا بجد هي الزبده اللي بنفردها فيها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، ان طعم الزبده بيبقى جميل جدا في الفطاير دي جدا جدا جدا. برش عليها كمان هنا رشه من حبه البركه زي ما احنا شايفين كده. واحلى حاجه بالنسبه للعجينه دي عشان تكون ناجحه كمان ان انت تسيبيها تريح بين كل فتره وفتره، يعني انت خمرتيها كويس بعد ما بتيجي تفرديها برضو بتسيبيها تريح شويه، وكل ما بتفرديها اكتر بتبقى الرقات بتاعتها احلى اكتر. هنا هنبدا بقى هنجيب طبق نحطه في نص الفطيره نفسها، وهنبدا نعمل فتحات زي البيتزا بالظبط كده، كأننا بنقطع تقطيع بيتزا. هعمل لها فتحات جانبيه من داير ما يدور حوالين الصينيه نفسها كلها، او حوالين المكان اللي انت قطعتي فيه الفطيره نفسها، بنعمل داير ما يدور. بس كل الفتحات دي ببقى مخليها مسلكاها كويس عشان لما اجي افردها هنشوف الخطوه الجايه مع بعض هنكون بنعمل ايه. طبعا احنا اتفقنا ان احنا العجينه دي اهم حاجه فيها ان انت تفرديها فرد جامد، تخليها عشان تطلع رقات كويسه ان انت تفردي العجينه فرد جامد. زي ما احنا شايفين كده قطعتها من كل الجوانب، والفتحات نفسها مفتوحه كويس جدا بالسكينه. هنبدا هنا بقى شلنا الطبق، افضل اخد جزء من هنا وجزء عكسي زي ما احنا شايفين بنفس الطريقه دي. ببدا اخد كل واحده من جانب هنا والجانب المقابل ليه، وانا بشدها وبفردها جامد لحد ما اخلص كل المثلثات اللي انا عملتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بندوس عليها ونضغطها جامد لحد اخر واحده، بدوس عليها واضغطها جامد واديرها داير ما يدور، وبسيبها برضو تريح شويه لحد ما ابدا بعد كده انقلها بقى في الصينيه وافردها في الصينيه فرده كويسه جدا. وممكن ندي مسحه لبن وبعدين ارش حبه البركه علشان حبه البركه تمسك في الصينيه كويس، عشان حبه البركه تمسك في العجينه كويس بديها بس ايه ريشه من اللبن كده مسحه. وبعد كده بغطيها بسيبها برضو تستهدى 5 دقايق، وبدخلها الفرن على درجه حراره 200. لازم الفرن يكون مسخن مسبقا بالنسبه للمخبوزات كلها كده لازم، والكيكات. وبعد كده بتخرج من الفرن زي ما احنا شفناها كده، وبقطعها بالتقطيعه اللي انتوا شايفينها. وطبعا في اول الفيديو انا عملت ان احنا بناكلها مع العسل النحل، جميله جدا. واللي مش بيحب السكريات ممكن ياكلها كده برضو جميله جدا. اتمنى منكم بجد تجربوها وتقولوا رايكم ايه، وما تنسوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه.